يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. عملت معاكم المنجقونه يا ولاد، اول بريوش. المنجقونه دي البورسعيديه بنعملها في شم النسيم، وخلصتها معاكم والحمد لله. النور قطع، يعني انا بصور والنور قاطع. هنا بعد ما خمرت يا ولاد حطيت دهنت وشها لبن اللي هو بتقولوا عليه حليب. وحطيت عليها سكر. طبعا السكر ده اختياري، ممكن تحطي سكر ممكن تحطي قرفة زي ما انت عايزة. وبتولعي الفرن تسخنيه وبتدخليها الفرن على درجة حرارة مثلا 180. اخدت معايا بالظبط تقريبا ربع ساعة. دي حبة قرفة، في ناس بتاخد بالقرفة وفي ناس ما بتحبش القرفة، فانا ما حطيتش على كله قرفة. هتلاقوا ما تخرج من الفرن اللي لونها قرفة دي ادت لون غامق شوية. بصوا بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم الخمر بتاعها عالي جدا جدا جدا، وحاجه كده بتدوب في البق، وطلعت طريه ما شاء الله عليها. كل سنه وانتم طيبين يا ولاد، وعيد ربيع سعيد على الجميع يا رب. يا رب يسعد اوقاتكم كده ويجعل كل ايامكم سعاده وهنا. بعد ما خرجت من الفرن غطيتها ببلاستيك وحطيت فوقها فوطه عشان تبقى طريه. بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال، ايه الجمال والعظمه دي. بصوا الحلاوه، بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا الناس اللي كانت عايزه تشوفها. طبعا انا بحبها محمره شويه من تحت، فالناس اللي هي شايفه ان هي محروقه، لا انا بحبها محمره شويه من تحت. يعني دي غيه عندي تبقى ايه، تحمير زايد من فوق ومن تحت كده شويه. بصوا الجمال، خمرها حلو، عجينتها طريه جدا من جوه شبه القطن بالظبط، عجينه قطنيه. وبسم الله ما شاء الله على طعمها، طعمها جميل جدا ومظبوط. سلام يا ولاد.